تشويه وجه ريهام سعيد بعد إجراء عملية تجميل. ويلا بينا نشوف تفاصيل الخبر. وبالخبر بيقول ان ريهام سعيد، بجد انا مش عارفة اقول ايه من كتر ما انا مستفزة. ده شكل واحدة محتاجة عملية تجميل، يعني دي ملكة جمال. شايفين فعلا ربنا يعني خلقها جميلة الجميلات. ايه اللي كان ناقصها علشان تروح تعمل عملية تجميل وتشوه شكلها وتبقى بالشكل دون وهي اصلا جميلة؟ يعني هي كان ناقصها ايه؟ كان ناقصها ايه من الجمال علشان تروح تعمل عملية تجميل؟ وانا الحقيقة مش هسميها عملية تجميل ابدا، انا هسميها عملية توحيش، لان ريهام سعيد كانت جميلة جدا. وفي الحقيقة مش عارفة ايه اللي خلاها تلجأ وانها تروح تلعب في شكلها وتعدل في شكلها، وان ربنا فعلا خلقها على احلى صورة واحلى شكل. وقالت ريهام سعيد في الفيديو انها عملت العملية عند دكتور كبير جدا في لبنان، ورفضت انها تقول اسمه في الفيديو، لكن عملت فيديو بعد كده وقالت اسمه. وقالت كمان انها مش راضية تماما عن العملية وعن شكلها زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، ولدرجة انها شبهت نفسها بالشيطان. وريهام سعيد عاملة الفيديو ده لانها طالعة بترد على الدكتور، لانه عمل فيديو بيقول ان ريهام سعيد خارجة من عنده حلوة جدا وكويسة، وان هو راضي جدا عن العملية، وان هي مش مشوهة ولا اي حاجة. الدكتور كمان قال ان هو هيقاضيها ومش هيسيب حقه من ريهام سعيد، هيرفع عليها قضايا كتير. وللأسف في ناس كتير من الجمهور ما تعاطفتش مع ريهام سعيد من البداية، لانها اصلا هي جميلة، وناس بتلومها. وفي التعليقات كده على الفيديو ده الناس قالت لها صراحة انت اللي رحتي له برجليكي، وان انت ما كنتيش محتاجة اصلا لعمليات تجميل. وفي الحقيقة ريهام سعيد فعلا في الفيديو ده شكلها فعلا اتغير ووشها فعلا اتشوه، لكن للأسف الحاجات دي مش بتتصلح، ولو رجعت او حاولت تصلحها تاني هتبوظ اكتر واكتر. وفي الحقيقة أنا حابة أوجه رسالة لكل الناس وخصوصا الفنانين والفنانات اللي بيلجأوا لعمليات التجميل. بجد انتوا مش بتبقوا محتاجين انتوا بتروحوا تشوهوا نفسكم بنفسكم. ربنا خلقكم على أحسن صورة وأحسن حال، بلاش تلعبوا في شكلكم، لأنه حتى لما بتبوظوا وتحبوا تصلحوا بتبوظوا أكتر.